مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى تكون القصة الأخيرة نالت رضاكم، وجاية لكم النهاردة بقصة جديدة، وأتمنى من الله إنها تعجبكم. وما تنسوش قبل ما نبدأ تضغطوا لايك للفيديو اللي بيشجعني على الاستمرار، ونبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويلا بقى نشوف حكايتنا بتقول ايه. دخلت عليه واحدة من الخدم وهي بتقوله: الجواب ده وصل لحضرتك النهاردة وانا استلمته. ومن مين الجواب ده؟ الحقيقة الجواب ده من اسطنبول، من محامي عمك، ومكتوب عليه ان هو الله يرحمه. ايه ده؟ اخيرا، يلا اهو ريحنا، وهيلاقي كل اللي عمله في دنيته معاه. والمحامي عايز ايه مني بقى؟ ان شاء الله هات الجواب ده اما اشوف ايه الحكاية. اخد الجواب وفتحه وعرف منه ان عمه ما عندوش غير بنت واحدة، ومامتها ماتت من سنين طويلة، وهي عايشة لوحدها دلوقتي. وعلشان لسه صغيرة كتب في وصيته ان لو جراله حاجة المحامي يوديها لابن عمها اللي في مصر، بدل ما تتعب لوحدها في بلاد الغربة. وعشان المحامي عارف ان ادهم مش هيروح ياخدها، اداله مهلة، يا يجي ياخدها بنفسه يا اما هو هيجيبها له على مصر بنفسه. خلص قراية الجواب واتعصب منه واتكلم وقال: هو عمي ده ورايا ورايا؟ ومسك الفون وعمل مكالمة وقال: ايوه يا دهب، اجلي الشغل اللي عندي بكرة واحجزيلي على اول طيارة رايحة اسطنبول. ايه ده يا بيبي؟ انت مسافر ورايح فين كده؟ طب هاجي معاك ولا ايه؟ لا يا دهب، مش هينفع، انا رايح مهمة على السريع كده وراجع بسرعة ان شاء الله. سلام بقى دلوقتي. قفل معاها وجهز نفسه علشان يسافر. وتاني يوم سافر فعلا، واتقابل مع المحامي وبنت عمه اللي كان جسمها ولبسها وشكلها يدي على انها طفلة صغيرة فعلا. وادهم اتكلم بعصبية وقال: ايه ده يا متر؟ هي عاملة في نفسها كده ليه؟ انا اللي اعرفه انها اكبر من كده بكتير. هو ايه اللي عاملة في نفسها ده؟ هو ايه الحكاية بالظبط؟ رد جميل المحامي وقال له: طب اتفضل معايا على اوضة المكتب نتكلم سوا. دخلوا فعلا على اوضة المكتب، وادهم اتكلم وقال له: خير يا متر، ايه الحكاية؟ اشجيني. في الحقيقة كده زينة تعرضت لصدمة بعد فراق والدها، ولما جبت الدكتور وكشف عليها قال لي انها رجعت بالزمن لورا علشان تبعد عن الواقع. نعم، وهتفضل في الحالة دي لحد امتى؟ ما هو فيه امل انها تتحسن، بس لما تبعد عن هنا والذكريات اللي كانت بتجمعها بوالدها. بس في حاجة كمان عايزة اقولها لك. الوصية بتقول انك تكتب عليها قبل ما تاخدها معاك مصر. نعم، كمان. وبعد كلام كتير من المحامي علشان يقنع ادهم، ملقاش قدامه فايدة ولا حل تاني غير ان هو يكتب عليها. وكتب عليها فعلا، وتاني يوم رجع بيها على مصر ومن غير ما يتكلم معاها نهائي. واول ما دخلوا الفيلا لقى دهب في انتظاره، وبصت من فوق لتحت لزينة وقالت لأدهم: هو دي مين بقى ان شاء الله؟ زينة بصت لها من فوق لتحت بقرف وقالت لها: انا ابقى بنت عمه ومراته يا طنط. ايه بتقولي ايه؟ الكلام ده صحيح يا ادهم؟ رد ادهم وقال لها: استني يا دهب عليا، هفهمك كل حاجة. تفهمني ايه؟ يبقى الموضوع ده صح وجوازكم حقيقي. طب وانا يا ادهم ووعدك ليا بالجواز؟ ردت زينة عليها: خلاص يا حلوة، انسي، انا مراته دلوقتي وانا زي الفريك محب الشريك. ادهم كان كاتم ضحكته من كلامها بالعافية عليها وعلى طفولتها، وقال لدهب: قلتلك بعدين يا دهب، بعدين هفهمك على كل حاجة.
يلا روحي دلوقتي، وبكرة إن شاء الله نبقى نتكلم مع بعض. مشيت دهب وهي بتفكر في وسيلة تزيح زينة عن طريق أدهم. وأدهم بص لزينة وقال لها تعالي معايا على فوق علشان أوريكي أوضتك. طلع ودخلها على أوضة وقال لها دي أوضتك، والأوضة اللي جنبها تبقى أوضتي أنا، ولو احتجتي أي حاجة تعالي وقوليلي. وسابها وراح على أوضته. وزينة طلعت بيجامة وغيرت هدومها، وكمان أدهم غير هدومه ولسه هينام على السرير. افتكر إن زينة ما أكلتش حاجة حتى وهي في الطيارة، وأخد بعضه وراح لها على أوضتها وخبط. ودخل وشاف زينة وهي فردة شعرها، وكان شكلها حلو قوي غير اللي شافها بيه خالص. وسرح شوية فيها وفاق على صوتها وهي بتقوله نعم يا أبي أدهم، في حاجة؟ جاي ليه؟ انتي أخدتي علاجك؟ لا لسه. طب يلا تعالي معايا ننزل ناكل تحت، وياريت تبقي تعرفيني مواعيد الأدوية بتاعتك علشان تاخديها بانتظام وتخفي بسرعة. ماشي يا أبي. نزلوا تحت وقعدوا ياكلوا، وهم بياكلوا رن الفون بتاع زينة، وابتسمت لما شافت الرقم بتاع صاحبها اللي في اسطنبول، وفتحت الخط وهي بتقوله ايوه يا جو، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني كتير قوي. اتعصب ادهم لما سمعها بتقول كده، واخد الفون منها وقفله. وزينة اتفاجئت بتصرفه ده وقالت له ايه ده يا ابي؟ ليه عملت كده؟ ده صاحبي ومن زمان قوي. مفيش حاجة اسمها صاحبي دي تاني، ولازم تقطعي علاقتك بيه وفورا. وما تنسيش يا هانم انك مراتي. مراتك اللي جميل المحامي قعد يتحايل عليك علشان تتجوزها، وبعد محاولات منه وافقت انك تتجوزني بس لحد ما تعالج، وبعدين هتطلقني وتتجوز حبيبتك دهب. انا سمعت كلامك كله مع محامي وعارفة انت ناوي على ايه، وعلشان كده بقولك ملكش دخل بحياتي ابيه، وعن اذنك بقى. خلصت زينة كلامها وما ادتهوش فرصة يقول اي حاجة، وسابته وطلعت على اوضتها. وادهم وقتها اتضايق قوي انها سمعت الحوار بتاعه، واخد بعضه وطلع ينام. بس كان بيفكر في زينة، وصحيح هو ناوي على ايه؟ هيطلقها ولا لا؟ لقى نفسه متردد في اخذ القرار، ومن كتر التفكير والتعب نام. وتاني يوم الصبح كل واحد فيهم جهز، وهم خارجين اتقابلوا مع بعض. وكانت زينة باين على ملامحها انها معرفتش تنام كويس. وادهم هو اللي بدأ الكلام معاها وقال لها صباح الخير يا زينة، مالك؟ شكلك ما نمتيش كويس، انتي تعبانة ولا ايه؟ لا يا ابي مفيش حاجة. هو ممكن اعرف انا هعمل ايه في دراستي؟ هتخليني اكمل ولا لا؟ اه طبعا هخليكي تكملي، انا هقدملك في جامعة هنا وهبقى اوديكي واجيبك. لا متشكرة، ما تتعبش نفسك، انا هبقى اتصرف مع نفسي، وخليك مع حبيبتك دهب. الكلام اللي قلته هو اللي هيتنفذ، مفهوم؟ يا كده يا خليكي تكملي في البيت وتروحي على الامتحانات وبس. فاهمة كلامي؟ حاضر يا أبي. وبعدين ايه أبي دي اللي كل شوية تقوليها لي؟ قوليلي أدهم على طول، مفهوم؟ حاضر يا أدهم. في أوامر تانية؟ لا مفيش، يلا علشان تاكلي وتاخدي علاجك. طب صحيح أنا لقيت الكول سنتر بيكلموني وبيأكدوا عليا الحجز النهاردة عند الدكتور. هو أنت اللي حجزتلي؟ أيوة صحيح، ده أنا كنت نسيت خالص. طبعا ما هو الليدي دهب واكل عقلك. أدهم بصلها بشك إنها ممكن تكون بتغير عليه، وبعدين نفض الأفكار دي من دماغه وقال في نفسه دي لسه طفلة، معقولة هتكون بتغير عليا؟ مش ممكن طبعا. وفاق من شروده على صوتها وهي بتقوله أدهم يا أدهم، سرحت في إيه؟ ها؟ لا أبدا مفيش. طب الكول سنتر أكدوا معاك الحجز الساعة كام؟
الساعة 8 بالليل. خلاص، تكوني جاهزة وأنا هخلص شغلي بدري واجي علشان أخدك ونروح سوا. تمام؟ تمام، ومتشكرة على تعبك معايا. مفيش تعب ولا حاجة، انتي بنت عمي ومسؤولة مني. يلا أقولك سلام بقى علشان أخلص بدري واجيلك بالليل. سلام. سابها أدهم وراح على الشركة، ودخلت عليه دهب وقالت له بعصبية: ممكن أعرف بقى إيه حكاية جوازك من العيلة الصغيرة دي؟ أدهم اتضايق من الكلمة وقال لها: دهب، يا ريت لما تتكلمي عنها تتكلمي بأسلوب أحسن من كده. دي قبل ما تكون مراتي تبقى بنت عمي. دهب حست من كلامه إن بتصرفها ده هتخسره أكتر ويميل لزينة أكتر، فاتمسكنت وقالت له: بقى كده يا دومي، بقى تزعق لحبيبتك علشان بنت عمك اللي لسه تعرفها من أيام وأنا حب عمرك تعمل فيا كده؟ ما هو انت اللي عصبتيني يا دهب، يا ريت تحاسبي على كلامك شوية، مفهوم؟ حاضر يا حبيبي، بس ممكن أفهم بقى جوازك منها جه ازاي وبالسرعة دي؟ أدهم مرضيش يقولها على حالتها النفسية، وقال لها على وصية عمه إن هو يتجوزها وبس. ودهب اتكلمت بحزن مصطنع وقالت: يا عيني يا حبيبتي، طب وجوازنا يا أدهم أفهم من كده إنك هتخلف بوعدك ليا؟ دهب، يا ريت نأجل الموضوع ده شوية، ويلا بقى خلينا نشوف شغلنا علشان عايزة أمشي بدري النهاردة. هي لحقت السنيورة تاخدك مني يا أدهم؟ أدهم اتعصب واتكلم بصوت عالي وقال لها: من غير ولا كلمة زيادة، على مكتبك يا دهب، وما شوفش وشك بقية اليوم. يلا. دهب حاولت تهدي من نفسها معاه، لأن العصبية هتزيد علاقتها بأدهم سوء. ومن سكات طلعت على مكتبها ومسكت الفون بتاعها وعملت مكالمة وقالت: انت لازم تتصرف، أدهم بيضيع مني وكله بسبب حتة العيلة اللي راحت ولا جت دي. ما هو انت اللي غبية، بقالك سنين معاه ومعرفتيش تخليه يتجوزك وجاية تعيطي دلوقتي. اتصرف يا مراد، اتصرف وبسرعة، مش بعد تعب السنين دي كلها أدهم يروح مني. ولحد هنا خلصت حلقتنا، واستنوني في الحلقة الجاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد انزله. وما تنسوش كمان اللايك للفيديو لو الحلقة عجبتكم، وهستنى رأيكم أسفل الفيديو في الكومنتات. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.